ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا بقى يومكم كده ايه، كله طاقة ايجابية الاول. زي ما انتوا بقى شايفين رز بلبن بتاع المحلات، والله يا جماعة انتوا عارفيني بما يرضي الله يعني. ما بقى لو في حاجة مش كويسة بقول لكم مش كويسة وما نزلهاش اصلا يعني. زي ما انتوا شايفين يعني رز بلبن والله عاملاه زي بتاع المحلات. وطبعا احنا استعجلنا عليه. انتوا لو عايزين طبعا الوش يكرمش، يعني هو مكرمش بسيط، فالكرمشه مش باينه في الفيديو قوي في التصوير، بس والله مكرمش بسيط. يعني لو انت عايزاه كرمش انا هقولك، عايزاه كرمش يكرمش قوي يبقى زي بتاع المحلات هقولك ازاي. يلا بينا بقى نشوف الطريقه يا امارات يا حلوين. زي ما انتوا بقى شايفين معايا مج من الرز المصري. زي ما انتوا شايفين رز بلدي مصري. ده طبعا مج كده من موجود في كل بيت طبعا، وكان يعني مليان شويه لان انا كنت جايبه ربع كيلو. فالمج ايه، كان الربع كيلو كان ازيد شويه. فقلت ايه مش مهم، ايه شويه دول بدل ما لو حطيتهم على جنب هيترموا مش هستخدمهم، فقلت ايه مش مهم يعني ما جاتش على الشويه الصغنطتين دول. طبعا بنقي الرز من اي حاجه. طبعا يا جماعه الرز انا كنت بوريكم يعني على ايدي ان الايه الحبايه المكببه. جايبه انضف نوع رز، الحبايه المكببه ده بيفرق قوي في رز بلبن يا جماعه. لما بتيجوا تعملوا رز بلبن يعني حاجتين مهمين قوي في الرز بلبن: السكر يكون ابيض فاتح خالص، وان الرز يكون الحبايه اللي هي المكببه اللي انضف نوع رز. طبعا الرز هنشطفه شطفه واحده بس يا جماعه، عشان طبعا الاعتماد كله على النشا اللي في قلب الرز. زي ما انتوا بقى شايفين كده. بعد ما شطفته شطفه واحده نزلت بيه في قلب حله كده. ما تعمليش في حله استانلس عشان ما يشيطلكيش طعم الرز بلبن، تيجي تاكليها تحسي الرز بلبن شايط. طبعا هنزل ب8 مجات من الميه زي ما انتوا شايفين. بنحط ميه بزياده لان هنحتاج الميه اللي هتتبقى في قلب الرز، هقول لكم ليه. تعالوا بقى نحطها على النار كده زي ما انتوا بقى شايفين كده، ونسيبه لحد ما الرز يستوي من حين لحين كده. كل دقيقه كده هنوطي على الرز ونشوفه عشان ما يلزقش مننا. كل دقيقه كده او دقيقتين تقلبي الرز. طبعا اول ما غلي يا جماعه كام غلوه وطيت عليه نار متوسطه، عشان هدفي انا عايزه الميه بتاعه الرز النشا دي اللي نازله دي، لانها هي دي اللي بتحلي، هي دي اللي هتربط الرز بلبن معايا. فانا لو عليت عليها هتشرب الرز هيشربها كلها وهتتبخر، وانا عايزه الميه دي لان الميه دي هي اللي هتديني النشا الرز بلبن. زي ما انتوا شايفين طبعا انت هتلاقي الرز طبعا هيفشر. يعني حتى مش محتاجه تدوسي عليه بصباعك كده، هو باين اللي هو فشر بس انا برضو حبيت اوريكم. الرز بص زاد او فشر او، بس لازم طبعا الرز يكون مهري زي ما انا وريتكم على المعلقه. لازم الرز يكون يعني مهري تماما، ما يكونش يعني ايه، ما يكونش ني خالص في مثلا نسبه بسيطه ني، لا لازم يكون مستوي خالص. ومعانا بقى رتل من الحليب البلدي او المعلب لو ما عندكمش، عشان طبعا بعض البلاد يعني ما عندهمش لبن حليب معلب. تقدري طبعا تنزلي برتل من الحليب المعلب. وتقدري طبعا ممكن تحطي برضو معلقتين قشطه يديكي دسامه في قلب الرز بلبن. زي ما انتي بقى شايفه كده. ونزلت طبعا من ريت الحليب وهو كان متلج، انا فضلت سايباه كده على النار لحد ما فك من التتليج. انا بحب اجيب اللبن يعني واحطه في الفريزر، لان في واحد معين بحب اجيب منه اللبن بتاعه حلو قوي. زي ما انتوا بقى شايفين كده. وبعد كده هنزل ب 12 معلقه سكر او 13، يعني ما تزوديش عن كده. هو كده السكر مظبوط قوي، سكره مظبوط ولا حادق سوري حادق ايه، ولا دلع ولا مسكر يجزع النفس، يعني سكره كان مظبوط قوي زي ما انتي شايفه. فالرز بلبن سهل جدا وبسيط ومقاديره بسيطة زي ما انتوا شايفين، مفيش حاجة صعبة ولا في حاجة معقدة يعني. طبعا كده اول ما كده غلي معايا كده قمت انا وطيت عليه نار متوسطة عشان الرز بلبن ما يشدش معايا. يا تعملي في حلة ألمونيا زي كده، يا اما تعملي في اي حلة عندك بقى جرانيت او تيفال. المهم ما تعمليش في حلة ستانلس عشان ما يشيطلكيش الرز بلبن، لانه الستانلس بيدي طعم شيطان شوية. وكمان توطي على الرز بلبن وهو بيستوي نار متوسطة علشان ما يشدش معاكي. وطبعا من حين لحين كنت بقلبه طبعا وبشوفه من حين لحين كده لحد ما يتختخ معايا. طبعا احنا الاعتماد كله على النشا اللي نازل من الرز يا جماعه. وما يرضي الله والله ما تخافي، 10 دقايق بالظبط هتكون الرز معاكي اداكي السمك الحلو اللي انت عايزاه. اوعي تخافي وتقولي يا لهوي. بصي زي ما انتم شايفين كده الرز بصوا ايه، بقبق كده وابتدى الرز يبان قوي. لو بس طبعا مش باين في الكاميرا والله يا جماعه انا مقربه قوي، بس هو مش باين برضه عشان الرز ابيض طبعا. فبتلاقي كده بقبق قوي وتلاقي الرز كده عامل حفر كده والرز باين قوي في الغليان. معنى كده الوقت تخن يعني. بوريكم المشهد ده. زي ما انتم شايفين حتى هتلاحظي بصي ما شاء الله مطلع وش قشطه كتير اللبن الحليب ما شاء الله تبارك الله. فزي ما انتم شايفين خلاص هو السمك كده بقى حلو قوي. تنزلي بباكت من فانيليا او اتنين، بس انزلي باتنين احلى، بس انا كان عندي باكت واحد. انزلي باتنين هيديكي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي الرز بحليب. تقدري ممكن في المرحله دي تنزلي برضو بمعلقتين من القشطه كده كبار. شو تقلبيه شويه كده مع الرز بحليب، بعد كده تطفي عليه وتغرفي بألف هنا وشفا على قلبك.
زي ما انت شايفه طبعا هقلب بس كام تقليبه كده مع الفانيليا مع الرز بحليب، عشان الفانيليا تخش كده مع الطعم وتديها طعم حلو قوي. نحطها في الاخر عشان ريحتها ما تروحش من قلب الرز بحليب. طبعا السمك كده حلو، لاني لسه اعملي حساب ان لسه هيقعد في التلاجة وهيتخن لسه معاكي. لما بيقعد في التلاجة بيبرد بيتخن، زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو يا جماعه. فخلي بالك هو سمكه يعني وهو تخين قوي ولا خفيف قوي. طبعا كل مغرفه بتغرفيها بتقلبي من فوق لتحت عشان الرز يبقى طالع مع اللبن، ميبقاش فيه طبق فيه رز بس وفيه طبق فيه لبن بس. زي ما انت شايفه طبعا غرفنا كل الكميه زي ما انتوا شايفين. لو عايزه رز بحليب كرمش قوي وكرمش والله، بس هو مش باين في التصوير مش عارفه ليه، كرمش شويه. لو انت عايزاه كرمش زي بتاع المحلات وهو سخن كده، اول ما تغلفيه تغطيه كده بورق ألمونيا او في ورق زبده ورق ألمونيا، وبعد كده تحطيه في التلاجة لما يبرد شويه وتحطيه. طبعا هو هيعرق فهيعمل وش معاكي زي بتاع المحلات، تسيبيه كده ايه يومين في التلاجة هيعملك الكرمشه بالظبط زي بتاعت المحلات. يعني انا عملته مثلا 7 بالليل، تاني يوم الساعة 10 الصبح كلناه، قدمته كده وصورت المشهد الأخير. بس هو طبعا يعني عشان يكرمش ويديكي طعم الكرمشه زي بتاعت بره لازم يقعد يومين في التلاجة او 3 ايام. كل ما بيقعد في التلاجة كل ما بيديكي الكرمشه وكل ما بيديكي الطعم بتاع بره. زي ما انت شايفه بجد والله طعمه حلو، بس هما طبعا ايه العيال ما صبروش يعني اللي انا ايه اسيبه اكتر من كده. فطبعا دي لو انت عايزاه يكرمش بسرعه ومستعجله هيبقى زي بتاع المحلات، هما بيغطوه وهو سخن. وبرده ممكن تحطي له ايه معلقتين لبن بودره كده، برده ايه بيعززوا الطعم وبيدوا ايه طعم جميل كده ولون ايه حلو. والله يا جماعه طعمه بجد حلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين طبعا القوام مظبوط قوي، مش خفيف ميه ماسك نفسه هو حلو، ولا هو تخين جدا ولا هو خفيف قوي. لا الرز مظبوط جدا بجد. جربوه والله بجد احلى طريقه ممكن تجربوها.